قصتي زوينه بزاف، واخيرا غادي نتزوج ونكون عروسه. انا كنت معقده حيت متزوجتش. تزوجت اختي اللي كبر مني واللي صغر مني، حنا 3 ديال البنات وجوج دراري. بقيت غير انا، ما قريت وما تعلمت وما خدمت، ما حتى شي حاجه دايراها في حياتي. العكس، مقابله غير الدار، ما عندي لا مع خروج لا مع دروج، ما والو. امي عيات فيا كنقلب لك على خدمه، قلت ليها والو ما غاديش نخدم، وبقيت شاده التليكوموند مقابله التلفازه. اش نقول لكم، كل شيء كيضحك عليا، كيقولوا عليا مرخيه وما دايره حتى شي حاجه في حياتها، وكيقولوا لي اويلي كي غادي ديري كيشوفك هذا الراجل وكيلقاك تيما جالسه في الدار. صافي انا ما كنتش كنسمع ليهم وما عندي سوق فيهم. ايوا دازت الاعوام وصلت 29 عام. صافي بديت كنتخلع ونقول لامي بقيت في الدار بلا زواج. ايوا اللي وقع اكثر من داك الشيء اللي حلمت به وتخيلت. بدات كتجيني الرومانسيه وكنتبع المسلسلات التركيه وحتى الافلام الهنديه، وكنت كنتمنى يجي ليا شي عريس ينزل عليا من السما. كتبدا اختي كتضحك عليا ملي كتجي هي وبنتها كتجبع ليا ضحك، كتقول لي ابقي متابعه دوك المسلسلات والافلام ديالك هما اللي خارجين عليك. كنقول ليها خليني دابا الله يجي لي رزقي واحسن منك ان شاء الله. ايوا والحداقه ما نقولش لكم اش منك يا شهيوات، اش من نقاو التخمال ديال الدار. تبارك الله كلشي تعلمت ليه، وكنشوف الكتابات ديال الطبخ وكنتفرج في اليوتيوب وكنطيب وكنحط. امي ما عندها ما كلت في داك الشيء، حيت هي كانت مشجعاني، كتشير لي المقادير وانا كنطيب وكنحط وكنوجد في ديك الكوزينه. ايوا وها هو هاد الشيء ديالي نفعني. دابا هاد العريس كيفاش تاجا. كانت جارتنا ساكنه ورانا ومصاحبه امي بزاف، وكانت كتجي لعندنا ديما في الحشيه تشرب معانا كويس تاتاي، وكتلقى خيتكم الطابله مصوباها ومتنوعه من كل شكل وفن. اش منك يا بسبوسه، اش منك يا بغرير، اش منك يا صابلي، اش منك يا كيكات في الاشكال. كانت من كل شيء تبارك الله. كانت كتلقى الشهيوات مختلفه وتقول تبارك الله عليها حادقه. صافي ديما كانت كتجي لعندنا. واللي وقع هو ولد اختها، حيت هذه الجاره ما عندهاش البنات. ولد اختها جا من الامارات وباغي يتزوج، ما نقولش لكم عليه. واخا راه كبر مني وعنده 40 عام، ولكن تا انا راه كبرت. حاب غير كيقلب على مرا. ايوا هي تقول لمو راه كاينه المراه اللي كتجي هي وياه، راه كاينه واحد البنت داخله سوق راسها لا خروج لا والو، غير الحداقه والتاويل والتباته والزين. وانا ما حتى شي حد جا سول عليا من قبل هاد الراجل. امي ديما كانت كتقول لي زهرك قليله بنتي، واخا تي زوينه في خواتاتك. كتقول لي خرجت فيك عين على داك الزين ديالك. فعلا انا احسن منهم، انا زوينه عليهم، ولكن الزهر الله يجيب. كنقول زهري بكري تعمر في القرايه وتباع في الحوانت. ايوا كيف ما قلت لكم، جارتها قالت لها لامي راه كاين واحد الولد الناس، راه قلت ليه وراه باغي يجي يشوفها. كي قالوها ليا ما تسيقتش وما صدقتش. قلت اويلي ممكن يكون كيخليني جالسه في الدار وانا تخدام عليهم وهو كيرجع الامارات. قالت لي شوفي نيتو وكنتفاهموا معاه وبعدا ونشوفوا اشنو كاين. ملي جا وشافني ما نزلش عينو من عليا. داكشي ديال المسلسلات النيت، بقى غير يشوف فيا وحال فمو. حتى انا حشمت، تحرجت قدام ابا وامي، قدام الناس اللي جايين معاهم. نط نجري للكوزينه. وما نقولش لكم داك الشي ملي حطيناه ليهم عجبوا الحال، حتى مو عجبها الحال بزاف. دوك الحلاوي اللي مصاوبه اللي حطت على يدها كتقول لها امي هادي راه مصاوباها صفاء، هادي راه مصاوباها صفاء. وهي كتشوف فيه زعما شوف اش اخترت لك. صافي العريس عاجبو الحال بزاف،
ومشى مقتنع وكل شيء، وعطاوني الصداق. ما نقولش ليكم 4 مليون في الصداق، ما خضعتوش بنت المرأة. ايوا واش قلت لكم، زهري اللي تجمع في القرايه وجاتها لعندي. عمري ما تخيلت راسي تنجيب 10 مليون في الصداق. صافي عجبهم الحال، اتفقوا على 4 مليون في الصداق. وقالت مازال من فوق هذا الشيء وتيديني عنده، حيت قال ما يبقاش بلا مرة. بغا مرتو تكون حداه ويدير وليداتو حداه، وعاجبو الحال تاديك 40 سنة ما بيناش عليه، كيبان باقي صغير وزوين تبارك الله عليه. امو كتبان حتى هي مرت الناس ومربيه وكتعرف تهدر. في الحقيقه ما تيقتش في الاول، كنقول واش كاع هذا الشيء ديالي انا، ولكن في الدار كنت هازه امي من كل شيء. كما نخليش امي تحط يدها في الماء البارد، هزه الدار مشقه متخمل متقضيه من كل شيء. ومدي معاها عمري وكما نخسر ليها الخاطر. هي لبا اللي قالوها ليا نعم واخا والحمد لله. كنصلي وكنوض نصلي الفجر وكنطلب الله سنين هادي، وكنقول يا ربي راك تعالم في اللي في قلبي، انت قادر كتعطيني داك الشيء اللي غيناسبني ان شاء الله. ديما هذه هي الدعوه ديالي. ايوا في الاخر وراء هاد السنين كنطلب وكنصلي الفجر وكندعي الله في كل وقت. وداك الشيء علاش ديما الانسان ما تزقاش من الدعاء، واخا راه تبان لك ديك الحاجه تعطلات ما تزقاش من الدعاء ابدا. ايوا جات مات العريس وخرجتني. نتوما مالين الخير، خدات لي كاع داك الشيء اللي خاصني من غير 4 مليون ديال الصداق، وشات لي براسلي ديال الذهب، وشات لي الخاتم شريناه على ذوقي، كل شيء على الذوق ديالي. حتى امي وبا خدات ليهم البليغه والشربيل، حتى هما كبرات بيهم تبارك الله. خلاها داك الشيء حيت في التقاليد ديالهم. في الحقيقه حتى في التكاتيب خفت من العين، ما نكذبش عليكم. مشيت انا وياه الراس في الراس، وامي وبا وتكاتبنا عند العدول، والحمد لله وثقت براسي غادي نتزوج اخيرا. كل شيء اللي داروها عليا ما نقولش ليكم، لا العريس لا عائلته. نتوما مالين الخير، كبروا بيا مزيان وكبروا بدارنا. داك الشيء اللي جابوه غير تحميره الوجه. العرس داز مطرطق من داك الشيء الرافع، وانا كنت خايفه غير من العين. صح خايفه من العين، حيت اش غادي يقولوا؟ هي بقات جالسه وعمر شي حد دق بابها، وشوفوا شكون جاب لي كاع داكشي اللي كنت كنتمنى ليه واللي حلمت به. ولكن دعاء ديالي هو اللي وصلني لهذا الشيء اللي انا فيه دابا الحمد لله. تزوجنا ولبست لبسة العريس. عمري ما تخيلت راسي، ما بقيتش كاع نفكر في هذا الشيء، حيت كنت دايره كل شيء في يد الله. لبستها، ما تكونوا ان شاء الله كاملين وبنيتكم كاملين يا ربي. ايوا ما دويتش عليكم على العريس اللي هو راجلي دابا. تيخدم في واحد الشركه مرسمينو فيها من داك الشيء ملي كان صغير، ملي تخرج من هنا مشاني شان كونطرا عجباتهم، خدموه عندهم وشدينو ثماك، عاطينو الدار فين كيسكن وكل شيء على داك الشيء اللي بغا يتزوج ويجيب مراته لتماك، حيت مرسم في الخدمه ديالو ومستقر فيها من داك الشيء اللي خاصه ديالو مزيانه. كل شيء تبارك الله. دار الدار هنا في المغرب، اي حاجه كانت تتمناها البنت في الراجل كاينه في هذا الراجل. واخا حنا راهنا كنعرفوا الانسان نعرفوا الانسان عمره ما يكون كامل، ضروري كيكون فيه شي عيوب، لكن الحمد لله لهذا الساعه باقي ما شفتش هاد العيوب هادو. احنا دابا مازال دارنا كتكتبنا واحد الوقت طويل باش نتعارف انا وياه. المهم عندي هو تزوجت والحمد لله، باركوا ليا والعقوبه للبنات كاملين اللي باقين بلا زواج ان شاء الله. واللي خواتاتي اللي متزوجات كيقولوا لي والله لا انت اللي صدقات لك. كنقول لهم يا ربي السلامه، خمسه وخميس عليا.
ملي خايفه من العين كنبقى نقرا الفاتحه وسوره الاخلاص ونقرا الرقيه. مشى هو وخلاني من ما قاد لي الامور وصاوب لي الوريقات باش نلحق عليه. قال لي وجدي وكيصيفط لي الفليسات والفليسات باش نوجد وباش نقاد. ما حادي وانا عاده كنتيق وكنصدق راني تزوجت وانا وليت مرات الراجل. صافي داك هو الشيء اللي كنت كنتمناه ووصلت ليه. واخا بقات فيا ميمتي وبالي خليتهم وحدهم، ولكن ما عندي ما ندير. هذه هي سنة الحياة. امي كتقول لي الحمد لله بنيتي اللي جاب لك الله ولد الناس اللي غادي يبر بيك واللي غادي يقد بك ويفرحك كتعيشي معاه بخير. دابا راه قربت نمشي لعنده ان شاء الله. خايفه غير من ديك المشيه اللي كنمشيها الامارات، وغنمشي لبلاد جديده والظروف جديده والتقاليد جداد. وقداه الخوف ديالي ولكن فرحانه حيت كنبدا حياه جديده معاه ان شاء الله. هذه هي القصه اللي بغيت نشاركها معاكم، وهذه هي الفرحه ديالي بغيت نشاركها معاكم وتفرحوا معايا كاملين ان شاء الله. باش توصلوا من المزيد من القصص الحقيقية المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. خليتكم على خير ودمتم في أمان الله.